ايه ده؟ السكوت ده مش مريح. ولا عمرك ارتحت يا يوسف؟ انت مين؟ انت عارفني بس مش فاكر اسمي. اسمك مش مهم، نهايتك هي اللي مهمة. نهاية؟ انت دايما مستعجل كده ليه يا يوسف؟ كل مرة بتظهر بتفتكر انك مسيطر. ومش مسيطر فعلا؟ أعوذ بكلمات الله التامات ما تهدى شوية، احنا لسه في الاول. لا، المرة دي خلصان. لا يا يوسف كده عشان سلمت عليك. أنا كنت فين؟ في مكتبك يا عم ولا حاجه. انت وشك مش مريح. انا لو قلت لك بقى اللي بتجري منه ولا قدامك دلوقتي. وانت مش هتقدر علينا يا يوسف يا مداح. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. عمرك سألت نفسك ليه مسلسل رعب يتشاف في رمضان؟ مش بس يتشاف، لا وكمان يتصدر والناس تستناه سنة ورا سنة. ليه المداح تحديدا؟ خليك معايا لأن اللي جاي مش تحليل ناقد، دي حكاية واحد زيك كان فاكر ان المسلسل ده فرقع وخلاص لحد ما اتفرج عليه. وايوه انا كنت من الناس اللي بتقول يا عم رمضان ايه ورعب ايه واحنا ناقصين اكتئاب. خلينا ارجع لك للحظة، مش لحظة رعب، لحظة ملل. رمضان اكلنا وشربنا وقعدتنا واحنا بنقلب في القنوات وكلنا بنعمل نفس الحركة، لا ده ممل ولا ده محفوظ ولا ده صريخ، لحد ما الريموت وقف عند المداح. وانا كنت اصلا داخل عليه بعدائيه، يعني تحس كده ان انا كنت داخل بقول وروني بقى هتعملوا ايه. اول 5 دقايق في المسلسل مفيش حاجه بتحصل وده اللي خلاني اقلق، يعني ولا صريخ ولا جن بيطلع من الحيط ولا موسيقى بتقول لك خاف، في بس احساس ان في حاجه مش مظبوطه، زي انك تدخل اوضه وتشم حاجه غريبه مش عارف جايه منين. انت عمرك دخلت حاجه وحسيت ان في حاجه غلط بس مش عارف تقول ايه هي؟ وفي مشهد بسيط مش مؤثرات ولا سي جي اي، بس في نظره واحد حاسس ان اللي قدامه مش طبيعي بس مش قادر يثبت ده. ساعتها قلت استنى، المسلسل ده مش بيخوفني، لا ده بيخلينا اشك. وهنا بقى كان بيلعب على الرعب النفسي. احنا متعودين ان الرعب عباره عن موسيقى او واحد يطلع من ورا الباب وانا اقول يا عم خلصنا الحوار ده من 2005، لكن المداح عمل حاجه جديده، قال لك اقعد اسمع وركز، وده الاصعب. وانا بتفرج لقيت نفسي ساكت، مش ماسك الموبايل، مش بعمل سكرول، مش بضحك، وده كمان في رمضان، وده الخطر. ساعتها قلت لا، المسلسل ده مختلف. اول مره اتفرجت على المداح ما خلصتش الحلقه وانا خايف، خلصتها وانا بفكر. وده اللي خلاني اسال نفسي سؤال مهم، ليه الرعب بالذات شدنا؟ وليه احنا كمصريين بنخاف النوع ده اكتر؟ وده اللي هنتكلم عنه في اللي جاي. خلينا نتفق على حاجه من الاول، احنا كمصريين مستحيل نخاف من حاجه شفناها 1000 مره. يعني ايه؟ جن يطلع من حيطه شفناه، باب يزق لوحده شفناه، حد يجري في الضلمه كبرنا عليه. فالسؤال الحقيقي مش المداح خوفنا ازاي، السؤال المداح خوفنا بايه. تعال نقارن ببساطه. الرعب العادي بيقول لك خاف دلوقتي، بيحط لك صوت عالي او حركه مفاجاه وقلبك يدق ساعتها، وبعدين ولا حاجه. المداح بيقول لك استنى وركز وفكر ويزرع لك فكره تمشي معاك لحد ما تنام. وهنا بقى نستفاد ايه؟ ان الرعب الحقيقي مش لحظه، الرعب الحقيقي اثر. المداح مش بيخوفك باللي بيحصل، المداح بيخوفك من اللي ممكن يحصل. وفي سؤال دايما، اللي شايفه ده حقيقي ولا هو بيتخيل ولا في حد بيلعب في دماغه؟ والشك هنا اخطر من اي جن. وهنا بقى لازم اسالك سؤال وتجاوبني في الكومنتات، انت بتخاف اكتر من ايه؟ حاجه ظهرت قدامك ولا حاجه مش فاهمها؟ جاوب تحت في الكومنتات. الرعب في المداح قريب منك قوي، مش في قصر مسكون ولا في بيت بعيد، لا ده في بيوت شبه بيوتنا وفي شوارع شبه شوارعنا وفي ناس شبهنا. يعني الجن ممكن يكون ساكن جنبك وانت بتسلم على الصبح. وهنا بقى لازم اديك القيمه بتاعه الموضوع. الرعب لما بيكون قريب بيكون حقيقي. خلينا نعترف احنا شعب بنحب نهزر واحنا خايفين ونشوف مشهد رعب ونقول لا 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 اقفل يا عم، بس بترجعوا تكملوا. وده سر خطير، المداح مديك مساحه تهزر بس مش مديك مساحه انك تطمن. وليه بقى النوع ده بينفع في رمضان؟ رمضان وقت غريب، انت هادي وقلبك لين قاعد مع نفسك، فاي فكره بتدخل عليك بتدخل اعمق. المداح فهم النقطه دي صح، تفكر مش تصرخ. المداح مش رعب عادي لانه مش جاي يخوفك، هو جاي بيهزك، يهز ثقتك ويهز فهمك ويهز احساسك بالايمان. ومن هنا بقى نخش على اخطر حته في المسلسل، الرعب اللي ليه علاقه بالدين بس مش وعظ. خلينا اكون صريح معاك، اي عمل فني بيقرب من الدين لازم يبقى ماشي على سلك، يا اما يطلع يعظك يا اما يطلع مستفز يا اما يخوف الناس من الدين نفسه. فالخطر هنا كان كبير بس المداح عدى منه بهدوء. الوعظ بيقول لك اعمل كذا وما تعملش كذا، والحكايه بتقول ده واحد جرب شوف اللي حصل. المداح اختار الحكايه ومسك نفسه من انه يبقى شيخ علينا. وهنا القيمه اللي انت تستفادها من الموضوع، الناس تسمع الحكايه اكتر ما تسمع النصيحه. اكتر حاجه خلت الدين في المداح مقبول ان البطل نفسه مش ملاك، ده بيغلط وبيشك وبيتردد، واوقات كتيره كمان بيتصرف غلط، يعني مش خارج من بوستر جامع يعني، وده اللي خلانا نصدقه. وهنا بقى لازم اسالك عزيزي المشاهد، تحب تتفرج على حد يكون كامل ولا حد يكون شبهك؟ الرعب في المداح مش جاي يقول لك ان الدين يخوف، لا بالعكس بيقول لك ان الدين حمايه.
بس حمايه محتاجه فهم مش حفظ. وانت بقى لازم تفهم ان الايمان مش صوت عالي، الايمان انك تكون مطمن. المسلسل عمره ما قال اعمل كذا علشان انا قلت، دايما سايب مساحه انك تفكر وتسال، وده نادر جدا في اعمال دينيه كتير، علشان اغلبنا عنده علاقه مع الدين، مش علاقه كامله ومش مقطوعه، علاقه فيها خوف وشك وحب وتقصير. المداح ما فضحش العلاقه دي، لا ده بالعكس احتواها. الدين في المداح ما كانش بيدخل يزعق، لا بالعكس كان بيدخل يطبطب، وده خلى الرعب اعمق، لانك مش خايف من الجن، انت خايف تخسر الامان. وده اللي هيخلينا نخش على الموضوع اللي جاي، ليه الجن في المداح مخيف فعلا. خليني اقول لك حاجه يمكن تستغربها، الجن في المداح مش مخيف علشان شكله، مش مخيف علشان صوته، ولا عشان عينه حمراء، ولا عشان بيطلع فجأة. لو كان ده السبب ما كناش كملناه اصلا. الجن في المداح مش بيهددك طول الوقت، لا ده كان بيكلمك، بيقرب منك بهدوء وبيتكلم معاك، يخليك تحس انه فاهمك اكتر من نفسك. وده اخطر انواع الرعب، رعب الاقناع. وايه اللي تستفاده بقى من الموضوع؟ ان الشر دايما بيكون صوته واطي، واكتر حاجه تخوفك بقى ان كلامه اغلب الاوقات بيكون صح، او على الاقل شبه صح. وده اللي يخليك تتلخبط، هو وحش ولا انا اللي فاهم غلط؟ وهنا بقى لازم تفهم ان الفتنه مش في الغلط الواضح، في الصح الناقص. الجن هنا مش داخل حرب ولا انه يولع في الدنيا، هو عايزك تختار غلط وبايدك، وساعتها بكل بساطه هو كسب. وفي مشاهد كتير الجن ما بيعملش حاجه، واقف وساكت وباصص، والسكوت ده بيخوف اكتر من 1000 كلمه. الجن في المداح مش مجرد شخصيه، ده بيكون مرايه، بيطلع لك اضعف نقطه فيك، يعني مش بيغريك بحاجه جديده، هو بيستخدم اللي عندك. وتستفاد ايه بقى من الموضوع ده؟ ان الشر عمره ما بيدخل من باب مقفول، وعلشان احنا قابلنا النوع ده في حياتنا، مش جن، لا بني ادمين، ناس بتكلمك بهدوء، تقنعك وتسيبك تقع لوحدك. الجن في المداح مخيف لانه مش عايزك تخاف، هو عايزك تحس انك مسيطر وانت واخد بالك انك اتسحبت. وده ياخدنا لنقطه مهمه جدا، لو الجن ده مش قوي، ليه البطل باين عليه التعب طول الوقت؟ وده الموضوع اللي جاي. خلينا نكون صراحة شوية، لو المداح كان بطل خارق كان المسلسل واقع، يعني لو كل حلقة كانت تظهر ما تقلقوش من حاجة أنا هحلها، كنا طبعا هنضحك ونقفل المسلسل. بس اللي بيحصل العكس، البطل تعبان. حمادة هلال هنا ما كانش محتاج يقول لك أنا مرهق، وشه كان بيقول، وسكوته كان بيقول، وعينه كانت بتقول، تحس إن واحد مستني يوم يعدي من غير ما تحصل حاجة. وهنا بقى تستفاد إن التمثيل مش كلام، إحساس. البطل في المداح بيخاف، وأحيانا بيغلط، وأحيانا بيتأخر في القرار، وده مش ضعف، ده إنسانية. وهنا بقى اللي واضح من الموضوع ان احنا بنصدق اللي شبهنا، وحتى صوته ما بيكونش ثابت، مش دايما عالي ومش دايما واثق، كأنه واحد كل ما يهدى حاجة تشده تاني. يعني مش بطل فيلم اكشن، ده واحد عايش ضغط. والموضوع مش حمادة هلال بس، كل اللي حواليه بيكونوا حقيقيين، مفيش حد داخل يعمل شو خلاص. وحتى الشخصيات الشريرة مش بتبالغ. وهنا بقى الاداء الجماعي هو اللي عمل الاقناع. لو التمثيل كان مبالغ الرعب كان هيتكسر، لكن الهدوء والتعب والتردد خلاك تحس ان ممكن يحصل، وده اللي يخوف بجد. وانا بتفرج حسيت اني شفت نفسي، مش في الجن، لا في التعب. واحد بيحاول يعمل الصح بس الحياة مش سايباه. المداح نجح مش لانه قدم بطل، لانه قدم انسان، وطول ما البطل انسان الصراع مش هيخلص. خليني اسالك سؤال بسيط، انت مستني المداح علشان جن، ولا عشان صريخ، ولا عشان المؤثرات الصوتيه اللي بيحطها، ولا عشان الاحساس اللي بيجيلك اول ما تسمع التتر؟ ايوه الاحساس. المداح بقى طقس، زي الكنافه، زي الفانوس، وزي لمه العيله. حتى اللي بيقولك ما انا ما بتفرجش عليه بتلاقيه عارف الاحداث. وهنا تستفاد ايه؟ ان الحاجه اللي بتبقى طقس عمرها ما بتختفي. المداح ذكي ماشي معاك بس مش ثابت، كل سنه نفس العالم بس مستوى اعلى وخطر وتعب. تحس انك كبرت مع المسلسل، انت ما بقتش بتتفرج، انت متابع، حاسس انك عارف البطل وعارف ضعفه وعارف نقطه كسره كمان، وتقول له لا يا عم ما تعملش كده وهو يعمل. وهنا بقى التعلق بيكون اقوى من الابهار. احنا محتاجين اعمال تحترم عقلنا مش تستهين بخوفنا. والمداح ملى الفراغ، فراغ بين الدين والرعب والايمان والشك، علشان الاجابه مش خلصت، الاسئله لسه موجوده والبطل لسه بيتعب. المداح مش مسلسل بتخلصه، ده حاله بترجع ليها. كل سنه نفس الاحساس بس احنا اتغيرنا. وده يخلينا نوصل للخلاصه، ليه المداح فعلا انجح مسلسل رعب في رمضان. خلينا نلم كل اللي فات بسرعه، مش علشان نكرر، لا عشان نفهم. المداح ما خوفناش بصريخ ولا بصوت، خوفنا بسكوته. ما وعظناش، لا ده حكى. ما قدمش بطل، لا قدم انسان. ومش جن بيطلع فجأة، جن بيقعد معاك. المداح انجح مسلسل رعب لانه مش عن جن، هو عن انسان، عن خوفه، عن شكه، وعن ضعفه، وعن اللحظة اللي بيبقى فيها محتاج امان. رمضان وقت حساس، القلب اهدى والضمير صاحي والاسئلة بتكون كتير، فالمداح دخل من الباب الصح، باب الاحساس. العمل اللي بيفهم توقيت عرضه بيكسب. وانا بتفرج على المداح ما حسيتش اني بتفرج على مسلسل، حسيت اني بقعد مع نفسي. ويمكن ده اللي خوفني بجد، لان الرعب الحقيقي مش اللي يطلع قدامك، اللي يطلع جواك. دلوقتي دورك انت، اكتب لي في الكومنتات ايه اكتر احساس المداح لعب عليه معاك، خوف ولا شك ولا فضول
وبتتفرج عليه لوحدك ولا مع العيله؟ ولو الفيديو ده لمس حاجه جواك ابعته لحد دايما بيقول لك انا ما بتفرجش على رعب، خليه يشوف ان الرعب دايما مش صريخ. ولو حابب النوع ده من التحليل اللي يخليك تحس مش بس تفهم، اعمل لايك وسبسكرايب للقناه علشان اللي جاي اعمق، وفي حاجات بتشوفها وفي حاجات بتفضل واقفه معانا حتى بعد ما الصوره تسود. وبس كده، لو عجبك المحتوى بتاعنا ما تنساش تعلق بالايموجي ده، وعاش عليك يا بطل انك وصلت للدقيقه دي، وبكده اقدر اقول لك سلام.